مفاجأة مدوية، مفاجأة مدوية. منتظر بس الناس كلها تجمع، هنطلع 5 دقايق هنقول فيهم كلام مهم جدا 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 جدا. نادي الزمالك على صفيح ساخن، نادي الزمالك على صفيح ساخن يا جدعان. رسميا إقالة المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس، رسميا إقالة المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس. كلنا توقعنا وقلنا ان في حالة خسارة النادي الزمالك امام نادي فاركو جروس هيمشي، لكن بقى عمك حسين لبيب قال لك يا عم حمدي نخسر ما نخسرش، خلاص باي باي جروس المدير الفني لنادي الزمالك في مفاجأة مدوية، مفاجأة من العيار الثقيل. زلزال يا جدعان، زلزال في نادي الزمالك قبل مباراة القمة يا جدعان، زلزال مدوي هيهز نادي الزمالك وهيهز كل ارجاء كرة القدم المصرية. الناس كلها تحضر هنا يا جدعان في لايف ناري، عشان معانا كلام مهم جدا 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 من داخل نادي الزمالك الان، كلام مهم جدا جدا من داخل نادي الزمالك. رسميا إقالة المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس، وتعيين مين مش هتتخيلهم الاسم اللي اصبح مدير فني لنادي الزمالك. مش هتتخيل عمرك اسم المدير الفني لنادي الزمالك، مدرب النادي الاهلي السابق اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يثبت حضوره بلايك عشان نوصل اللايف ده للدنيا كلها. 5 دقايق مهمين جدا هنقول فيهم كلام واخبار مدوية، انفجار مدوي وزلزال في نادي الزمالك. إقالة المدير الفني كريستيان جروس، وهياخد الشرط الجزائي بتاعه المقدر ب 200,000 دولار، المقدر ب 200,000 دولار. رسميا رحيل كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، وتعيين المدير الفني المخضرم العالمي جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي السابق للنادي الاهلي، المدير الفني السابق للنادي الاهلي مديرا فنيا لنادي الزمالك. الراجل هيوصل الساعة 10 بالليل النهارده المدير الفني جوزيه بيسيرو هيوصل للقاهرة لتولي تدريب نادي الزمالك قبل مباراة القمة، قبل مباراة القمة. اختي من تركيا سيف، صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة عليك يا سيف. عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير وبصحة وسعادة انت وكل الناس المحترمة اللي موجودة معانا في اللايف. اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يثبت حضوره بلايك، اللي بحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يثبت حضوره بلايك في اللايف الجميل ده. كل الاهلاويه يحضرهم يا جدعان. اخويا وحبيبي تامر احمد تامر، رسميا اقاله المدير الفني كريستيان جروس، وتعيين المدير الفني الساحر البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا لنادي الزمالك. كل الكلام وكل الاتفاقات كانت رايحه للمدير الفني باتريس كالتيرون، ولكن تم عرض اسم المدير الفني جوزيه بيسيرو على نادي الزمالك، والزمالك اعلن موافقته. والراجل كمان جاي بحوالي 70,000 دولار قيمة الراتب السنوي لجوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الاهلي اللي تولى تدريب نادي الزمالك ب70,000 دولار. والله العظيم يا بلاش. جاي ومعاه 4 مساعدين، جاي ومعاه 4 مساعدين، مدرب حراس مرمى ومخطط احمال ومدرب عام ومدرب مساعد، وجايب بص الشله كلها، الشله كلها بعد شكوى بقى، بعد ما شيكابالا تزعم العصابه ضد المدير الفني كريستيان جروس بعد ما استبعده من المباراه. قال لك نمشيه يعني نمشيه، قال لك نمشيه بعد يعني نمشيه. الناس عملت كماشه عليه، وشيكابالا تسبب في الاطاحه بالمدير الفني كريستيان جروس. شيكابالا لاعب الزمالك الاسمراني العجوز تسبب في الاطاحه بالمدير الفني كريستيان جروس عن نادي الزمالك. رسميا في مفاجأة مدوية، مفاجأة من العيار الثقيل، رحيل المدير الفني لنادي الزمالك كريستيان جروس، وتعيين المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تعيين المدير الفني السابق للنادي الأهلي جوزيه بيسيرو. طبعا كلنا عارفين بيسيرو راجل مدير فني عالمي، مدير فني تولى العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، وكان يعني موجود في النادي الاهلي قبل كده وعمل حاجات كويسه مع النادي الاهلي، ولكن رحل وتولى تدريب نادي الزمالك الان